كل أشياء درويش في كل مكان، أهلا بيكم حلقة جديدة من الدراويش. هدخل في الموضوع على طول. حالة من الغضب بتسود كل عشاق الدراويش ومحبين النادي الإسماعيلي بعد الهزيمة الثقيلة اللي كانت أمام النادي البنزرتي، وتوقعات أو شبه تأكيدات بأن احنا هنخرج من البطولة، أو ناس حاسين احنا هنخرج من البطولة لأن احنا اتغلبنا 3-0، فعلى الأقل نكسب هنا 4 مش 3. حتى لو كسبنا 3-0 نرجع نلعب تاني ضربات جزاء. فالناس متوقعه ان احنا هنخرج، وحيره ما بين ان احنا نرمي المسؤوليه على الجهاز الفني الجديد ولا الجهاز الفني القديم. ويمكن احنا شفنا في احدى القنوات كان في مشاده كلاميه بس كانت شديده شويه ما بين المدير الفني الحالي والمدير الفني السابق، وكل منهم بيرمي على التاني المشكله، والموضوع تطور لاكتر من كده وكان حاجه منظرها وحش. وبالمناسبه احنا حاطين لكم الفيديو ده على صفحه البرنامج على الفيسبوك، الدراويش تلفزيون القناه. فيديو مؤثر وزعل ناس كتير قوي، وحاله من الحيره بان هنا نرمي على ده ولا نرمي على ده. وفي نفس الوقت لعيبه بتفكر في تجديد عقودها وبتفكر في مستحقاتها الماليه اكتر ما بتفكر في الماتش، اكتر ما بتفكر في المباراه، اكتر ما بتفكر في المستطيل الاخضر. فكانت دي هي النتيجه. ومجلس اداره في مشاكل. تصريحات كتير قوي طلعت من فتره طويله قوي احنا ما فيش بينا مشاكل، لغايه ما طلع تصريح من رئيس مجلس اداره النادي ان في مشاكل من اعضاء مجلس اداره النادي، وان في ناس بتتسبب في ان مفيش اي حاجه خطوه تطلع لقدام. كل الحاجات دي حاصله في النادي الاسماعيلي، بالاضافه الى مشكله كانت موجوده لكن ظهرت على السطح. لو ترجعوا معايا كده بالوقت الشهر 6 اللي فات، شهر 7، شهر 5 اللي فات 2012، مجلس اداره الدكتور رأفت عبد العظيم كان عمل اتفاق مع الضرايب على جدوله المستحقات اللي علينا للضرايب، ان هم يدفعوا نسبه 10% من كل دخل يدخل للنادي الاسماعيلي. اخر حاجه اتدفعت لما مشي، قبل ما يمشي المهندس رأفت عبد العظيم، يعني من شهر 8 اللي فات الضرايب ما وصلهاش اي حاجه. بكره الضرايب هتحجز على النادي الاسماعيلي لان بيطالبوا ب 3 مليون جنيه. لو عملنا 3 مليون جنيه بالنسبه بتاعه الاتفاقيه اللي هي 10%، يعني كده الضرايب بتقول ان النادي الاسماعيلي دخل له الفتره اللي فاتت دي 30 مليون جنيه. هنعرف صحه الكلام ده من عدمه، لكن بكره في مشكله هتحصل. هنتكلم في كل اللي فات ده بعد الفصل مباشره مع الكابتن علي غيط. رجعنا دكتور المشاهدين، نبدا معاكم حلقتنا النهارده. اعتقد ان هي تبقى حلقه ساخنه وفتح ملفات كتير قوي. بيشرفني في الاستوديو الكابتن علي غيط، مدير الكره السابق نادي الاسماعيلي ومستشار مجلس اداره النادي الاسماعيلي المعتذر. نورنا يا كابتن علي. ازيك يا احمد؟ اهلا بيك. ازي صحتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله تمام الحمد لله. بقالك كتير ما جيتلناش فحبينا نجيبك بس مع مواضيع تكون تستاهل حجم وجودك معانا. ربنا يخليك. اتمنى ان احنا نكون بس خفاف على الناس قولا وفعلا ووصولا لما يتعلق بالنادي الاسماعيلي. طيب سريعا يا كابتن علي، طلع من يومين خبر ان علي غيط يدعو لحمله لمسانده النادي الاسماعيلي. دخلنا نشوف تفاصيل الخبر. طلع ان حضرتك دعوت لحمله تبرعات، نفتح حساب بنكي في البنك علشان نعمل تبرعات علشان ننقذ النادي من مشكله الضرائب. ولو رجعنا بالتاريخ لان نفتكر ان الدكتور رأفت عبد العظيم رئيس مجلس الاداره السابق على طول كان عمل اتفاقيه مع الضرايب بتقول الاتفاقيه دي ان احنا ندفع 10% من كل ما يدخل للنادي الاسماعيلي، فبالتالي ده نجدول وما يحصلش مشكله مع الضرايب. ويمكن احنا عايزين نشكر الدكتور رأفت عبد العظيم على حاجتين الحقيقه عملهم: الاتفاق مع الضرايب والاتفاق مع الكهرباء. لان لو تفتكر برضو في خلال سنه مثلا او من سنه تقريبا كانت الكهرباء هتتقطع او اتقطعت بالفعل على النادي، وبرضو الدكتور رأفت عبد العظيم كان عمل حل المشكله دي مع الضرايب. فانا قبل ما اعرف من حضرتك، بس انا معايا على التليفون دكتور رأفت عبد العظيم يقول لنا الصيغه بتاعه الاتفاق بتاع الضرايب عشان نعرف 3 مليون اللي مطلوبين مننا بكره دول هم نسبه من 30 مليون دخلوا النادي ولا حكايتها ايه؟ دكتور رأفت مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير على ضيوفك وعلى الساده المتفرجين. دكتور رأفت يمكن انا لا شكر على واجب الاكو. انت شكرتني على حاجه انا شاركت فيها مع زملائي مجلس الاداره السابق، فلا شكر على واجب الاول. لا يا فندم، بس ارجوك حضرتك تعلي صوتك سنه. انا كنت بتكلم في المقدمه اعتقد حضرتك سمعتها، ان عايز اعرف تفاصيل الاتفاق اللي حضرتك كنت ابرمته مع الضرايب الفتره اللي فاتت.
احنا جينا كان في مبلغ للضرائب حوالي 18 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. 18 مليون جنيه تقريبا. وكان في الاتفاقيه مع مجلس الاداره السابق اللي قبل مننا ان هم يدفعوا كل 3 شهور 250,000 جنيه، واعتقد كل شهر 100,000 جنيه. تمام. يعني مبالغ محدده. تمام. طبعا احنا ابتدينا باول مبلغ، اول 100,000، وبعد كده طبعا تعثرت الامور. تمام. فجت الضرايب حجزت، وكان موقف جامد، وكان ساعتها سبق انها حجزت على النادي يمكن لمده 27 يوم واحنا مش موجودين في الاداره اللي قبل مننا. تمام. فالمجلس الاداره فوضني ورحت مع المحاسب القانوني نحاول نحل المشكله معاهم، وخطرت على بالي فكره، قلت له بقى يا جماعه ان احنا انت عامل فلوس مقطوعه اللي هي 250,000 و100,000 مقطوعه، هنجيبه منين؟ انت الدخل اللي بيجي للنادي خد منه نسبه. وقعدنا طبعا 4 ساعات نتناقش في النسبه دهيت ونقنعهم بالفكره. قالوا دي مش موجوده، وكانت رئيس مصلحه الضرائب او وكيله الوزاره، وكان رئيس المأموري الثاني اظن الاستاذ راجح، وهو اخو على فكره المرحوم الكابتن فكري راجح كابتن النادي الاسماعيلي السابق. تمام. وقالوا احنا مش ضد الاسماعيلي ولا حاجه، بس احنا طبعا احنا مقدرين موضوع الضرائب مصلحه عامه. واتصلوا بالقاهره، قلت لهم لازم الحجز يتفك النهارده، لان دوت يعني منظر لا يعيش بالنادي الاسماعيلي. يعني في 24 ساعه فعلا اتفك الحجز، وتمت الاتفاقيه ان اي مبلغ يخش للنادي ما عدا المبالغ اللي بتيجي ساعات بتيجي اعانه، وكان ساعتها في اتفاقيه مع قياده الجيش الثاني ان بيدفعوا لنا اعانه كل شهر لمرتبات العاملين. دي بره الحسابات، تبقى بره الحساب، بره الاتفاق. وكانت ساعتها فتحي بيه اظن بتاع محمد فتحي بيه يعني دفع منه 100,000 او اتفقنا دفعنا لهم على طول. احنا بندي لهم، بيجي لنا الشيك بالمبلغ، بندي لهم صوره الشيك ومعاهم الشيك اللي هو 10%، علشان طبعا اهم حاجه مع الضرايب، ودي حاجه معروفه، المصداقيه او الثقه المتبادله، وكنا ماشيين على طول يعني متوازي. كل ما بيجي شيك على طول. يا دكتور رأفت، انا بس عايز توضيح، والكابتن علي عنده سؤال. التوضيح هو هل الضرايب بتعرف ما يدخل للنادي، وبالتالي هم محددين ان احنا علينا 3 مليون، يعني هم عارفين ان احنا دخلنا 30 مليون ولا ما بيعرفوش؟ لا، احنا بنبلغهم على طول. المفروض في هنا الضرايب من حقها انها تفتش على النادي، لان النادي مديون لها، دي حاجه معروفه. فمن حقها تعرف من الاول. واحنا قلنا لهم تعالوا اي مندوب يجي، بص احنا من نفسنا اي مبلغ بيخش على طول، خدت بال حضرتك، بنقوم بالشيك بتاعه، مصورين الشيك، بعت لهم الشيك وبعت لهم معاهم الشيك ابو 10%. طيب هم بيقولوا ان من شهر 8 ما وصل لهمش اي حاجه، بس كابتن علي عنده سؤال. اتفضل يا كابتن. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا كابتن علي. ربنا يخليك يا دكتور. في اي اتفاقات بتخص فلوس للضرايب خارج ال 10%؟ هل في مبلغ شهري تم الاتفاق عليه مثلا؟ لا 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 لا، ده كان احنا لغينا الاتفاقيه القديمه بتاعه المجلس السابق اللي كان فيه مبلغ شهري ومبلغ كل 3 شهور، وده السبب اللي احنا وصلنا للاتفاقيه ديت. ده ما فيش حاجه اسمها مبلغ شهري، لان احنا مش عارفين ايه اللي هيخش لنا. المنطق يا جماعه بيقول احنا هندفع منين؟ هندفع من المبالغ اللي بتجي لنا. يبقى المبالغ اللي بتجي لنا على قد ما يجي هندفع لكم. يعني دكتور احنا دلوقتي بنتكلم من شهر 8 لغايه دلوقتي، لو احنا بنتكلم في 10%، لو قلنا دخل لنا 3 مليون جنيه بالحساب كده زي ما انا كنت موجود في النادي، واعتقد لم يدخل النادي اكتر من كده، يعني احنا بنتكلم من 300 ل 600 الف جنيه. تمام. يعني ما فيش 3 مليون والكلام ده. هم بيطالبوا ب 3 مليون. لا، ما هو جايز لما هم ما دفعوش رجعوا للاتفاقيه القديمه، ودي نقطه مهمه، بس هي مش مكتوبه في العقد كده. احنا حاولنا في العقد اللي احنا عملناه، احنا لغينا الاتفاقيه القديمه. تمام. وما كتبناش اي شرط جزائي على النادي في حاله لو ما دفعش. يعني انما من الطبيعي ان الضرايب النهارده لما تيجي تجدول لك، اما تيجي انت تختلف معاه ترجع لاصل الدين من الاول وجديد. يعني انا مش بدافع عن الضرايب ولا حاجه. يعني توقعات حضرتك ان هم طالبين ال 3 مليون دول بدايه اتفاق جديد؟ خلاص، ما انت النهارده اخليت بالاتفاقيه بقى لك كام شهر. انا شايف ان احنا يعني يبقى المساحه النهارده اللي نتفق بيها ان احنا ما نخلش بالاتفاقيه، نشوف المبالغ اللي جات لنا قد ايه خلال الفتره ديت، ونطبق الاتفاقيه نديلهم 10% منها، ونخلص السنه ان شاء الله شيك مؤجل ولا حاجه. دكتور عبد العظيم رئيس النادي الاسماعيلي السابق، بشكر حضرتك جدا على التوضيح. وبالمناسبه احنا عايزين نشكر حضرتك ومجلس اداره كان مع حضرتك لمده عام على اكتر من حاجه كانت اتعملت واحنا ما قلناش عليها. شكرا. فشكرا. لا، انا عايز اضيف حاجه بس بالنسبه للضرايب كمان. اتفضل يا فندم. ان احنا الضرايب كانت تراكمت من ايه؟ كان دايما يقولوا اللعيب متعاقد
بس اخد فلوسي بدون خالصه الضرائب. ما فيش حاجه، قلنا ما فيش حاجه اسمها لا واحد ما يدفعش ضرايبه للدوله عشان الواحد يحس بيدفع ضرايبه. فجميع العقود بتاعت اللعيبه عملنا لها انها شامله الضرايب، يعني لازم اللاعب يبقى عليه الضرايب من جوه عقده. من اجل اللاعب نفسه. ما فيش حاجه اسمها مواطن ما يدفعش ضرايبه. يعني اذا كان الموظف الصغير اللي في النادي اللي بيقبض مبلغ صغير بيدفع ضرايبه، يبقى اللاعب اللي بياخد مبلغ كبير لازم يدفع ضرايبه عشان يحس انه بيسدد ضرايب للدوله. او اللاعبين بيقولوا يعني بيبقى في عقد عاوز يتعمل والضرايب على النادي، ده المقصود. ما فيش حاجه اسمها كده يعني. دي كانت حاجه ماشيه قبل كده برضه، دي لا غناها خالص. لكن دي نتيجه التراكمات. تمام. بشكرك دكتور رافت، شكرا لحضرتك. العفو. شكرا. طيب كابتن علي، يعني دخلنا دخله كده عشان دي حاجه ارجنت هتحصل بكره. لا هو كده يعني. طبعا هو عايز اقول لك على حاجه، هي طبعا قانونا هو في اجراءات تتم. يعني احنا مش قدام مصيبه بكره يعني لا قدر الله. يعني هي دي بدايه ان انا ابدا اخد خطوات لان في اتفاق الضرايب ما اقدرش ان انا اخد اروح احجز على نادي ولا بتاع الا بحكم محكمه. فهي دي بدايه ان انا الاجراءات هتاخدها الضرايب بالظبط بلا رجعه، لان بقى انا كتير ما خدتش اتفاق. اقصد حضرتك كده. فاللي انا حاولنا التصريح اللي طلع بتاع ال 3 مليون ده انا قريته على احد المواقع على لسان الحاج محمد ابو السعود. يعني هو لو حسب الاتفاقيه ان هي اقل من كده المفروض. فاحنا اللي انا فكرت فيه بسرعه ان انا عملت اتصالاتي بكذا حد من محب النادي الاسماعيلي بره مصر. تمام. والناس ابدوا استعداد ان هم يساهموا، فانا قلت نعممها وفرصه ان احنا نعمل حاجه للكيان. النهارده لما يجي الضرايب بتحجز على النادي الاسماعيلي، دي حصلت قبل كده وحسينا بمهانه من النادي الهاش الا ان النادي الاسماعيلي يتم الحجز عليه. دي حاجه بتعمل لنا مهانه كابناء النادي الاسماعيلي. انا قلت يعني نعمل حاجه تلم الناس ونبرهن على حبنا للنادي، مش بقى على الفيسبوك ولا بالكلام ده. الحمله دي طيب انا شايف في استجابه كبيره جدا، الناس بتستجيب. تم فتح الحساب بكره ان شاء الله. بكره لان كانت الدعوه يوم الجمعه امبارح، النهارده فبكره ان شاء الله هينزل رقم الحساب، وباذن ربنا ان شاء الله نقدر نعمل مبلغ ونتكلم مع الضرايب. انا طبعا بوجه للحاج محمد ابو السعود الاخ العزيز يعني ان يتمسك بهذه الاتفاقيه لان هي مفيده جدا للنادي. ونعمل في الاستاذ محمد اسماعيل المدير المالي عندنا نعمل نصور كل الفلوس اللي دخلت لنا، الشيكات اللي دخلت لنا نصورها ونعمل شيك بال10% من كل التوتال ده، ونروح نوديه كحسن نيه. اعتقد ان في وسط اللي احنا عايشين فيه ده والازمه الماليه الطاحنه، يعني مش هيبقى تعسف من الجهات الحكوميه كمان ضد النادي الاسماعيلي، تبقى مصيبه يعني. فاعتقد ان يعني بس هو كان في اتفاق. معلش، ما هو فلوس للدوله في الاتفاقات. ما هو النادي الاهلي عليه فلوس والنادي الكل والزمالك عليه فلوس وكل الدنيا عليها فلوس. طيب خلينا اتمنى حضرتك طبعا التوفيق في الفكره الجميله دي ان شاء الله. بس نتمنى بس ان يبقى في خطوات، واتمنى ان مجلس الاداره يعني الناس اللي قاعده تتفرج تشتغل. يعني الناس اللي قاعده تتفرج في المجلس تشتغل، مش كل حاجه هيبقى المجلس في ناس بتشتغل وناس قاعده تتفرج. لا، الناس كلها تشتغل عشان النادي محتاج شغل التسعه.